دي بالنسبه لي احسن تشكيله الزمالك يلعب بيها بكره قصاد كايزر تشيفز. مع العلم ان انا نفسي في محمد اسماعيل لو عمر جابر مش موجود، عشان محمد ابراهيم لسه صغير والخبرات مش معاه. بنتاج ان شاء الله يلعب اساسي. التشكيله دي اعتقد ان هي احسن تشكيله في ظل كمان غياب ادم كايد. اخوان قلبنا شفناه الماتش اللي فات تحت المهاجمين كان عامل ازاي. كان هو بيحرك اللعب يجري بين الخطوط ويلعب هنا وهناك لعدي وناصر. فهيبقى ناصر وعدي موجودين كمان واحمد شريف على الطرف، هتبقى زياده كمان. احنا قادرين، احنا الزمالك قادرين نعملها. افتكروا ماتش ارتا سولار وانت داخل الشوط الثاني محتاج 4 جوان جبتهم في ظل الظروف الوحشه، في ظل كل حاجه. مع الزمالك ما تقولش الظروف وحشه، ان طول عمرنا عايشين في الظروف الوحشه. احنا دي خلاص بقى حاجه واقع احنا بنعيش فيه وبنعديه وبناخد بطولات. فقادرين ان شاء الله بعون الله اللي احنا نكسب الماتش ده ونتاهل اول، وان شاء الله البطوله بتاعت الزمالك بالرغم من كل اللي فيها، بالرغم من الوداد بحكيم زي يشبي وسام بن يد موجود، احنا قادرين والله. احنا الزمالك تعودنا على كل ده، قادرين على اي موقف صعب. كل السنين بتقول كده. ان شاء الله كل بطوله الزمالك فيها هياخدها السنه دي ان شاء الله. على الله يا رجاله. الملعب العدد المسموح للجمهور يبقى موجود، واحنا بصوت الجمهور وبرجوله اللاعيبه هنكسب الماتش وناخد الكونفدراليه كمان ان شاء الله.